السلام عليكم. بعد انتهاء كأس العالم بقطر وتألق نجم الوداد مع المنتخب المغربي بمشاركته كبديل لزميله نصير المزراوي الذي كان مصاب وظهر بمستوى جد عالي، وقد تلقى عروضا كبيرة من أوروبا. وحسب معطيات من مصدر مقرب رفض ذكر اسمه، فإن عطية الله تلقى عدة اتصالات، ومنها الدوري الإسباني والدوري التركي والألماني كذلك، بالتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل. والقرار النهائي لعطية الله التخلي عن الوداد بعد نهاية كأس العالم للأندية، ونتمنى له حظ سعيد في مسيرته الكروية.